عملوا إحصائية في بريد الأهرام تاريخ 7/7/2022. خطر قادم في إحصائية للجهاز المركزي للتنمية والتعبئة بتاع الإحصاء، يعني خلال 120 يوم مارس أبريل مايو يونيو 2 مليون طلاق في مصر. الطلاق دلوقتي زاد 65% من الشباب ما كمليش سنة معاه. يعني في السنة عندك كام في جمهورية مصر؟ ده ربع سنة، تلت سنة، 4 شهور و4 شهور 8 و4 12 سنة، السنة 12 شهور. يعني عندك 6 مليون طلاق في مصر. صباح الفل. النهارده يوم جديد في اسكندرية. اللي ورايا دوت واحنا واقفين حاليا في شارع فؤاد، واحد من اشهر واقدم شوارع اسكندرية. هنخش نبدأ مغامرتنا عشان النهارده عندنا يوم مليان مغامرات، وعندنا كمان حاجات كتير قوي هنشوفها. هنبدأ أول حاجة نعملها في شارع فؤاد، افرجكم عليه وناخد جولة، وبعد كده ننطلق على الأماكن التانية. خليكم معايا لآخر الفيديو، يلا بينا. يا جماعة بصوا الشارع عامل ازاي، الشارع شكله خطير، كل مبنى احلى من التاني. اللي ورايا ده يعتبر اقدم محل ورد موجود في مصر تقريبا، يعني اول محل ورد اتعمل خالص في مصر اتعمل في شارع فؤاد في اسكندريه. تعالوا نخش نتفرج عليه ونعرف منهم هو بقالهم كام سنه. صباح الخير، ازيك؟ انا بقول للناس ان ده اقدم محل ورد تقريبا في مصر كلها، صح كده؟ بقاله كام سنه؟ ده عمره 105. فلوريل طول عمره بافيون فلوريل بتاع زهور. قصدي كان اللي عمله كان اسمه فلوريل؟ لا، الحاج حميدو. الحاج حميد ده مصري؟ مصري تمام. من ايام الخواجات واليانونيين ما كانوا موجودين، وهو بتاع ورد اساسا. في شارع فؤاد قررنا ان احنا هنجرب فول اسكندراني، لان شفنا عربيه فول شكلها خطير الصراحه، عجباني قوي الالوان. الراجل هنا تحس يعني رايق، تحس كده فن، في روقان في العربيه. فقررنا ان احنا نجرب فول اسكندراني اللي بيعملوه بطريقه تجوع الصراحه، ففرجكم عليه وندوق ونشوف طعمه عامل ازاي. بصوا يا جماعه بيعمل فول عامل ازاي. ده الفول الاسكندراني، تيجي تجربه عند الراجل ده. البلاط بتاعته حوار. لو انت خايف على نفسك ابعدي من على الصوره. 3 فول بعد اذنك عشان واقل معانا. لا انت عايز اديني كده واحد سندوتش كده. طعمه حلو قوي. Yeah, that's good. No, say it is good in the camera. It's real good. So good. Amazing. انت عايز ايه؟ في حاجه وصلنا على مكان جديد، وصلنا على مكتبة اسكندرية. قطعنا تذكرة ب5 جنيه، هنخش نكتشفها لانها بقى كتير قوي ما رحتهاش. اخر مرة تقريبا رحتها من 10 سنين، فهنخش نتفرج على المكتبة من جوه عاملة ازاي. طب يا شباب دلوقتي وصلنا على مكتبة اسكندرية. طبعا تعتبر واحدة من اشهر الاماكن اللي موجودة في اسكندرية، بس الفكرة ان دي مش المكتبة القديمة اللي من الاف السنين، لا المكتبة ديت تعتبر احياء للذكرى. المكتبة القديمة عملوا واحدة ثانية جديدة في 2002. المهم المكتبة هنا فيها 2 مليون كتاب، وفيها متاحف تقريبا، فيها متحف السادات ومتحف الآثار، فيها كمان 7 مكتبات. ايوه بس كده. مساء الخير، انا عبد الرحمن وهكون معاكم في الجوله بتاعت النهارده. مده الجوله تقريبا 30 دقيقه. اول حاجه هنتكلم عنها هي تاريخ المكتبه القديمه. احنا واقفين دلوقتي قدام تمثال ديمتريوس الفاليري، هو صاحب فكره انشاء المكتبه. طرح الفكره على الملك بطليموس الاول، وبالفعل نفذ المكتبه عام 288 قبل الميلاد. في عهد بطليموس الثاني ازدهرت المكتبه وجعلها مركزا رائدا للبحوث والعلوم، كان بيجي لها العلماء من جميع انحاء العالم. في عهد بطليموس الثالث بنى المكتبه الابنه او المكتبه الصغرى بجوار معبد السرابيوم، بسبب كثره لفائف البرد اللي كانوا موجودين في المكتبه هنا، اللي تعدوا ال 700,000 لفافه، اللي يعملوا دلوقتي اكتر من 100,000 كتاب. بس للاسف المكتبتين اتدمروا. اول مكتبه اتدمرت عام 48 قبل الميلاد بسبب
حرب اسكندريه الشهيره اللي كانت ما بين الملك بطليموس ال13 والملكه كليوباترا السبعه اطالت النيران المكتبه وللاسف اتحرقت في الوقت ده. في عام 391 ميلاديا بسبب حروب داخليه داخل مدينه الاسكندريه دمرت المكتبه الابنه او المكتبه الصغرى. وصلنا لعام 400 ميلاديا ما كانش فاضل اي حاجه من المكتبه غير لفافه برديه واحده موجود منها نسخه طبق الاصل في متحف المخطوطات في المكتبه هنا. في عام 1972 دكتور مصطفى العبادي دكتور التاريخ اليوناني الروماني بجامعه اسكندريه هنا اقترح فكره اعاده انشاء المكتبه الحديثه، وبالفعل مصر نظمت مسابقه مع اليونسكو لاختيار افضل تصميم هندسي للمكتبه. واللي فاز بالتصميم ده كان مكتب نرويجي اسمه سنوهيتا يضم 5 مهندسين منهم مهندس مصري اسمه إيهاب الحباك. واستغرق بناء المكتبه 6 سنوات من 1995 ل 2001. وكان الافتتاح بتاع المكتبه يوم 16 اكتوبر 2002. هنخش متحف السادات، هنتفرج على مقتنيات الرئيس السادات وحاجته الشخصية اللي كان بيستخدمها وكمان البدلة اللي هو اغتيل فيها. فيلا بينا. ده تمثال الرئيس السادات مواليد 1918. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير القرآن الكريم. رجعنا بالزمن، وصلنا عند اللحظة اللي اتقتل فيها السادات. هنا سايبين البدلة بتاعته زي ما هي اللي اتقتل فيها، نتفرج عليها. اتفرجوا. ده اللي قتله وده اللي خطط. دي البدلة اللي اتقتل فيها سايبينها بدمها زي ما هي. من الحاجات الغريبة او اللي فاجأتني هنا في المكتبة ان هنا موجود فيه جزء من الكسوة بتاعة الكعبة. كان حد مصري عملها وارسلها للسعودية، مش فاكر من كام سنة بالظبط. هنروح نبص عليها لان انا اول مرة اشوف في حياتي كسوة من الكعبة، وهنعرف مين اللي عملها بالظبط. اللورد يا شاب حسن عباس حلمي. ده كان مصري ووداها سنة 1882. يعني اتصنعت هنا في مصر واتبعتت للسعودية؟ تمام. هو اداها لهم هناك. المكتبة هنا فيها أكتر من 2 مليون كتاب، فتقدر تلاقي كل الكتب اللي أنت عايز تقراها. حرفيا هتلاقي كتب في كل المجالات، من أول الفيزياء لغاية الرياضيات والفلك، وكل حاجة موجودة هنا في المكتبة. دلوقتي دخلنا هنا، عاملين مكتبة مخصوص للمكفوفين في اسكندرية، وده يدل على اهتمام الدولة بالمكفوفين. هنا هنسألهم ازاي المكفوفين اصلا بيعرفوا يقروا. الموضوع بالنسبة لي انا صعب، يعني ان انا مش متخيل ازاي بيعرف يمشي على الحروف كلها بايده ويعرف ده انهي حرف. فهنفهم من الناس المتخصصه. هو طبعا بيبقى بالتدريج، يعني هو بيعرف الحروف العربي والانجليزي من الصغر، لان اللي يجي يتعرف برايل وهو كبير ما بيبقاش متمكن قوي زي اللي متعلم من هو صغير. تمام. بيبتدي يتعلم باللمس وبينمي عنده ويطور عنده حاسه اللمس، بيعرفها من الصغر. ودي شكل الحروف العربي، كل حرف هي النموذج لكله ست نقط فاضيين. الالف مثلا نقطه اولى، دي بيتقال عليها نقطه اولى، وبعدين ثانيه ثالثه رابعه خمسه سادسه. الب مثلا اولى وثانيه وهكذا بقى. كل الغامق ده هو ده شكل الحرف. في الظهر بقى هي الحروف اللي باللغه الانجليزيه برضو. كل رسمه حرف هي الحروف اللي بالغامق هي دي الحروف البارزه. تمام. يعني كل حرف يا جماعه في اللغه العربيه ليه زي شكل معين، بيبقى فيه 6 نقط. بيبدا كل حرف ليه ترتيب معين من النقط، بعد كده بيبدا هو يمشي ايده عليهم ويحفظ كل حرف بعدد النقط بتاعته قد ايه. يا جماعه احنا كده خلصنا يومنا في المكتبه، تقريبا قعدنا 3 ساعات بنلف جوه، وحاولت اصور لكم فيه على قد ما اقدر. ان التصوير جوه ما كانش سهل خالص، كان الموضوع صعب لان في حاجات كتير قوي بتبقى محتاجه تصاريح. ما تروحوش في اي حته، هننطلق على مكان تاني دلوقتي. يلا بينا، خدكم معايا، هنشوف هناكل ايه عشان احنا واقعين خالص عايزين ناكل. فنشوف تقريبا هناكل سمك. يلا بينا. لا طب تعالى كده، خليه يركب كده. أسامة طالعين على فين؟ على حوضة دونجل. كنا ببلاش، بس خلي بالك جايه معاكم صح. ايه؟ زحمة؟ لا صح، جاية معاكم صح. محمد صلاح هيعمل شغل في المشوار ده. عيب عليك يا باشا. ومحمد رمضان جايه معاه صح.
الرمل بقى. وانا اخيرا هناكل لان احنا واقعين خالص ميتين من الجوع. وصلنا على واحد من اشهر محلات السمك في اسكندريه هنا. وصلنا على تقريبا اجمد واحد بيعمل سمك في اسكندريه اسمه حوده دونجل. بص المكان عامل ازاي، سمك حلو 100 100. بس هنيجي نطلب سمك، هنختار الاول السمك وبعد كده هو بيعمله لنا. فيلا العيله بقى. الشوربه ايه بقى؟ شوربه كام عازم راجل محترم. انا كده اللي جبت البيان ده انا هشربها كده ابرنس. ايه كمان ده جمالك ما تبقاش. خد يا معلم خد. اسمك ايه؟ ده ايه ده؟ صبيت كلماري. طب عايزين صبيت كلماري. طب نشوف الصوره انا وانت. صور ده الف هنا وخير. حلو قوي. واحدة سمك صينية. ليه ياخد الجمبري؟ عشان ما بيدقش منه. طب خلاص. والله الاكل بس. يا جماعه طلبنا شوربه سي فود، طاجن جمبري. الوجبه دي ب 200 جنيه فيها كل حاجه. هات طيب هات. فين يا ولاد الوسخة حرامية؟ فين؟ احلى حاجه في اسكندريه ان وانت ماشي حرفيا ممكن تلاقي مكان مثلا بقاله اكتر من 100 سنه. انتوا متخيلين كميه العراقه اللي موجوده في اسكندريه؟ واحنا ماشيين حاليا لقينا كافيه برازيلي او قهوه برازيلي موجوده هنا بقالها اكتر من 100 سنه. بصوا القهوه اسمها برازيليان كافي ستورز، موجوده يا جماعه من 1929. والمكان زي ما هو تقريبا ما اتجددش فيه اي حاجه، ممكن بس بيترمم، لكن موجود بنفس الطريقه، نفس الديكور، نفس كل حاجه، بقالها اكتر 100 سنه. واللي قدامنا دي محمصه البن برضو من اول ما اتعمل وهي موجوده. فرجعوا على المكان عشان المكان من جوه الفايبس بتاعته حلوه جدا. بيبيعوا مثلا حاجات كبات اكل كامل كام من دول؟ 100. ينفع اقيسه ولا صورتني؟ ايه؟ ماشي. يعني الناس هنا كلها مبسوطة. القهوة هنا ايه الكلام؟ حلوة؟ جميلة تسلم. تشرب ايه طيب؟ حضرتك دي انت اللي تشرب والله. لا لا حبيبي ربنا يخليك. والله صاحب المكان؟ ده نعم؟ لا انا هنا عميل بقالي 35 سنة ما شاء الله. من ايام شبابي. يا باشا انت لسه شباب اصلا. ده غير ان هنا كمان عندهم الاجهزة القديمة اللي كانوا بيستخدموها من 100 سنة. كل دي الحاجات القديمة اللي كانوا بيستخدموها في المكان موجودة لسه محافظين عليها زي ما هي. بصوا دي تقريبا كاميرا انستا اكس اهي، تقريبا اول انستا اكس نزلت. دي الاسعار يا جماعه، انتم متخيلين؟ الجاتو كان ب 3 جنيه ونص بس. كوكولا 5 جنيه. الاسعار في اختلاف كبير قوي في الاسعار الصراحه. عملوا احصائيه في بريد الاهرام تاريخ 7/7/2022. خطر قادم في احصائيه للجهاز المركزي للتنميه والتعبئه بتاع الاحصاء، يعني خلال 120 يوم مارس ابريل مايو يونيو 2 مليون طلاق في مصر. طلاق دلوقتي زاد 65% من الشباب ما كملش سنه معاه. يعني في السنه عندك كام في جمهوريه مصر؟ ده ربع سنه، ثلث سنه، 4 شهور و4 شهور 8 و4 12 سنه، السنه 12 شهور. يعني عندك 6 مليون طلاق في مصر. السما بترتعش منه، لازم يوضع له حد، لان ده ضد الدين. لان السما اغضب يعني ابغض الحلال، يعني بغيض. تطلق ليه؟ ترضى على اختك وبنتك؟ احنا عندنا لا طلاق الا لعله الزنا. لازم تاخده. بص، دين الاسلام دين الوسطيه،
وبسمل بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم صفة في ربنا الرحمة، وبين البشر أعظم صفة الرحمة. صح. كل سنة وأنت طيب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. حضرتك طيب. متياس رفائيل القس بطرس. فرصة سعيدة، شرفنا بحضرتك. أنا أسعد بوجود حضرتك وبالإخوة الحبايبنا المصريين المحترمين حبيبي ربنا أمثال يخليك. حضرتك. ربنا يخليك. السلام عليكم. لا